هنا أنا التقيت بناس راقين جدا، منهم الشخصية الفنية الراقية ملك المائيات أستاذ عادل. أستاذ عادل السلام عليكم، شلون الصحة؟ يا مرحبا بك. بصراحة أستاذ أحمد، هو أنا أصلا تفاجأت بوجودك هنا، يعني كان المفروض تخبرنا، أنت أخ عزيز وصديق عزيز وجميل، يعني ممنون من عندك بعطائك بأخلاقك بطيبتك. وبصراحة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل شاءت الصدق وجودك هنا أجل وأنا بصراحة دائما أتردد إلى هذا المتحف، لأنه أنا مو من جلاس المقاهي، بس لأنه هذا يجمع تراث جلولاء، والفضل يعود إلى الأستاذ سمير عزيز. والمتحف ملم بشغلات تراثية جميلة نعتز بها، وكل شاركت وساهمت في هذا المتحف الجميل. كل من عنده شيء قديم أيضا شارك وهداه، وأنا شاركت بلوحة وبعض الشغلات لهذا المتحف، وإن شاء الله راح يتطور أكثر وأكثر، وأنا تشرفت بوجودك حبيبي. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل المحترم. أستاذ عادل طبعا غني عن التعريف، أستاذ عادل فنان ورسام مشهور على صعيد العراق والوطن العربي، والملقب بملك المائيات. يعني بفخر احنا نفتخر بالأستاذ انه من مدينة جلولاء. عادل فنان جميل. صورة ناظم الغزالي نعم، من عمل الفنان البارع أستاذ عادل الأصغر. نعم، وهذا اعتقد استاذ هذه بالفحم زائدا قلم رصاص، تمثل شخصية المطرب الكبير سفير الأغنية سابقا الأغنية العراقية ناظم الغزالي. ناظم الغزالي أستاذ جواد سليم، هذا مو؟ وهذا جواد سليم اللي نحت شيء جميل. شفنا نصب الحرية اللي معروف أحد معالم بغداد الحضارية. نعم، وهذه أيضا لوحة أخرى، أيضا شخصية قديمة تمثل رجل تعب يعني. على هالحكي أستاذ عادل احنا نطلبك لوحة إن شاء الله إن شاء الله. متحف كفري إن شاء الله، حتى أنت إن شاء الله بصمة موجودة بالمتحف، لكن احنا نريد نأكد على هذا البصمة إن شاء الله بوجوده. ممنونين أستاذنا العزيز، تحياتنا لكم من مدينة جلولاء. إمكانيتك وجهودك في هذا المتحف الرائع في كفري. شكرا جزيلا. الناس الطيبين، يعني تحياتنا لهم كلهم. شكرا أستاذ، ممنونين يا ولد. منو عندكم بعد يرسم بالبيت؟ أولادي، بس أنا كان والدي إنسان بسيط، لكن هو اللي صراحة يعني نمى عندي موهبة الفن. والدي كان رجل هو أيضا عامل بالسكك، بس كان يقتني شكو لوحة موجودة، وإحنا كان بيتنا بالريف يعني بالمناسبة. أنا نعم. نشأت في قرية ريفية، وكان والدي عامل بالسكك، فوالدي كان يعشق اللوحات الفنية. كل ما يسافر يروح مكان من يجي يفد لوحتين ثلاثة، فبيتنا صار على شكل مثل معرض. وأنا طفل يعني بعد ما أروح المدرسة مكثرة بهاي الصور. أتذكر منها يعني كانت لوحة نسختين للوحة المعيدي بنت المعيدي بنت المعيدي، واحنا كنا نسميه شكاف روش، وبالتركماني سمان شقزه. سمان شقزه يقولون عليها صحيح. نعم. فانا تاثرت بهن بصراحه من بديت يعني اروح للمدرسه، وهذه تقوت ايدي على القلم، كنت ارسم هاي الصور، علمتني على الرسم، واللي زرع بي حب الرسم هو الشاعر الكبير الرصافي. رسمت في بداياتي طبعا اول ما تعلمت الرسم. نعم. تاثرت لانه كنا ندرسهم بالمدرسه اشعارهم، ومحمد مهدي الجواهري الله يرحمه. هذول الشخصيات اكثر شيء يعني اول ما بديت ارسمهم هذولي. انا تعرفت على حسين نعمه وفضل عواد ايضا. انا هذا قصدي، لان انا دائما متابع صفحتك واشوف رسومات الفنانين العراقيين من ممثلين ومطربين. وما زالوا، واني صديقي يعني مقرب لي جدا يعني فاضل عواد. يعني نعم، تحياتنا للاستاذ فاضل، الله يطول بعمره. شكرا جزيلا استاذ. وهو رمز كبير. ان شاء الله نشوفكم بمناسبات احلى في قضاء كفري ان شاء الله استاذ. شكرا جزيلا استاذ، شكرا جزيلا. اهالي كفري جميعا. ممنون جدا، ممنون.